بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ فهد الجابر الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، ممثل راعي الحفل، أصحاب السعادة الشيوخ، أصحاب السعادة السفراء، ضيوف الكويت الكرام، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الحفل السنوي الذي تقيمه الهيئة العامة للشباب والرياضة، وذلك بمناسبة أفراح العيد الوطني وذكرى يوم التحرير، وذلك تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح حفظه الله ورعاه. أيها الحفل الكريم، لقد اعتادت الهيئة العامة للشباب والرياضة في كل عام إقامة مثل هذا الحفل السنوي، والذي يعد علامة بارزة في مسيرة العمل الشبابي يتجسد من خلاله حب وولاء الشباب الكويتي لوطنه والتفافه حول قيادته الحكيمة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. هذه الاحتفالية الشبابية التي تقام بتوجيه وتشجيع ودعم سخي من معالي الشيخ فهد الجابر الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، متبوعة بجهد متواصل وحثيث من السيد ناصر محمد العيار نائب المدير العام لشؤون الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة. هذه الاحتفالية التي تغرس الروح الوطنية وحب الوطن لدى الشباب وتذكرنا بمسيرة الآباء والأجداد والحافلة بالأحداث التاريخية الهامة في تاريخ الكويت، وكذلك استخدام الموروث الشعبي الأصيل لترجمة هذه الأحداث وإبراز الوجه الحضاري المشرق للفنان الكويتي وللشباب الكويتي أيضا، الذي يمثل امتدادا لجذور تضرب في أعماق التاريخ من تاريخ الكويت المجيد. كلمة الهيئة العامة للشباب والرياضة يلقيها عليكم السيد ناصر محمد العيار نائب المدير العام لشؤون الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ممثل سمو ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح راعي هذا الحفل معالي الشيخ فهد الجابر الأحمد الجابر الصباح، معالي الشيخ فهد سالم العلي، معالي الشيخ فهد جابر العلي، أصحاب السعادة السفراء، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، يسرنا أن نلتقي معكم هذا المساء بالحفل الوطني السنوي الذي تقيمه الهيئة العامة للشباب والرياضة بمناسبة عزيزة على قلوبنا، وهي أفراح دولة الكويت الحبيبة بالعيد الوطني 43 وذكرى التحرير 13. وبهذه المناسبة الكريمة يسر الهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقدم الأوبريت الوطني مذكرات وطن المجد، هذا العمل الوطني الذي يجسد من خلاله الشباب حبهم وعشقهم لوطنهم وتفانيهم من أجل بلدهم الحبيب. وهذا الإنتاج الفني الوطني الذي تضافرت من أجله الجهود والطاقات ليخرج لكم في أبهى صورة وطنية تعبر عن حبنا جميعا لوطننا الذي ندين له بالبقاء. ورعاية سمو ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح حفظه الله ورعاه لهذه الملحمة الوطنية الكبيرة دلالة واضحة على دعم سموه للإنتاج الوطني الشبابي،
وتشجيعاً على غرس الروح الوطنية من خلال هذه الأعمال الفنية الوطنية. حفظ الله لنا الكويت من كل مكروه تحت قيادة حضرة الوالد صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ سعد العبد الله الصالم الصباح، لدعمهم الكبير واللا محدود للعمل الشبابي الكويتي. كما يسرني باسم زملائي المشاركين في الأوبريت أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ فهد الجابر الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، لمساندته ودعمه لهذا العمل الوطني. ونلتقي معكم على الخير والمحبة، وبلدنا الحبيب يذخر بالأمن والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للسيد ناصر محمد العيار على هذه الكلمة الطيبة. بلادي بلاد طهر الحب قلبها، فما نقضت عهداً ولا أضمرت غدرا. بلادي حماها من قديم رجالها، وقد ركبوا من أجلها المركب الوعرة. رجال بنوها وهي صحراء بلقع، وقد طوفوا من أجلها البر والبحر. إلى أن أراد الله آخر سعيهم جميلا، فصار الرمل من تحتهم تبرا. بلادي كأمثال النجوم صغيرة، ولكن بها في حالكات الدجى يسرى. هذه من أشعار الشاعر الدكتور عبد الله العتيبي رحمه الله. حفلنا كريم، نبحر معكم في هذا المساء الجميل، والكويت مزدانة بشتى أنواع الفرحة والبهجة، بالذكرى 43 للاستقلال والذكرى 13 للتحرير، والأيادي مرفوعة إلى المولى عز وجل بدوام الأمن والأمان على أرض الكويت الحبيبة. نبحر معكم بسفينة هذه الوطن، ونفتح مذكرات وطن المجد، حيث تتحدث عن الكثير من الأحداث واللمحات التاريخية التي مرت على الكويت الحبيبة، والتي سوف تقدم برؤية مسرحية غنائية استعراضية تم بها توظيف الكلمة واللحن لقراءة هذه الصفحات المشرقة في تاريخ الكويت. شارك بها أكثر من 500 مشارك في فترة تجاوزت 3 أشهر. صاغ كلماتها دكتور حسان الشناوي، والشاعر الغنائي خالد البذال، والشاعر سيف الخليفان، وأضفى عليها أعذب الألحان الفنان عصام كمال. رسمت لوحاتها بديكور المهندس عبد الرحمن البلبيسي، وقام بأدائها كل من طلبة وطالبات الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية، عضوات أندية الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أوبريت مذكرات وطن المجد، فكرة درامية وإخراج مسرحي للمخرج الفنان عبد الرسول. أيها الحفل الكريم، مشاهدة ممتعة نتمناها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطني يا مهد أجدادي وآبائي ونبع الازدهار، جاءك المجد وشعت هاهنا شمس الفخار، وشد الأفق لأرض عربية قوتها والبحر عاش ينسجان قصة النفس الأبية، وكفاحا لنفوس تستمد الصدق في فعل ونية، وتسوق الدرس فالأيام ذكرى واعتبار، تنشر الضوء لمن في رفعة الأوطان سار. واجعل الحق طريقا لبلادي مستبينا، واجعل الحق طريقا لبلادي مستبينا، واهدنا للنور وافتح سبل الإحسان فينا.
وسرور ووئام، إنما نحن سلام وسرور ووئام. ننشر الحب ونمحو، ننشر الحب ونمحو بيننا كل خصام. ربنا اجعل هذه النعمة في كل الأنام، ربنا اجعل هذه النعمة في كل الأنام. إنما نحن سلام. يلا يلا يا أولاد هذه الحلوة، 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 يلا يلا يا أولاد. إنما نحن سلام، إنما نحن سلام وسرور ووئام. إنما نحن سلام وسرور ووئام. ننشر الحب ونمحو، ننشر الحب ونمحو بيننا كل خصام. ربنا اجعل هذه النعمة في كل الأنام، ربنا اجعل هذه النعمة في كل الأنام. إنما نحن سلام. فرحة العيد أهلت وعلى الناس أطلت، فرحة العيد أهلت وعلى الناس أطلت. نعمة من نعم الله علينا قد تجلت، نعمة من نعم الله علينا قد تجلت. كم لها الكون تمنى، كم لها الكون تمنى وبها الدنيا تحلت، وبها الدنيا تحلت. كم لها الكون تمنى وبها الدنيا تحلت. فرحة العيد أهلت، فرحة العيد أهلت وعلى الناس أطلت، فرحة العيد أهلت وعلى الناس أطلت. نعمة من نعم الله علينا قد تجلت، نعمة من نعم الله علينا قد تجلت. كم لها الكون تمنى، كم لها الكون تمنى وبها الدنيا تحلت، وبها الدنيا تحلت. كم لها الكون تمنى وبها الدنيا تحلت. فرحة العيد أهلت، فرحة العيد أهلت، فرحة العيد أهلت. يا شبابا يملأوا الدنيا سرورا، هو الماضي يزيد الكون نورا.
يا شبابا املأوا الدنيا سرورا، ها هو الماضي يزيد الكون نورا، فاجعلوا الآفاق للبشرى مسيرا. يا شبابا املأوا الدنيا سرورا، ها هو الماضي يزيد الكون نورا. يا شبابا املأوا الدنيا سرورا، ها هو الماضي يزيد الكون نورا، فاجعلوا الآفاق للبشرى مسيرا. نحن ما زلنا لهذه الأرض سورا، نحن ما زلنا لهذه الأرض سورا، فاجعلوا الآفاق للبشرى مسيرا. يا شبابا املأوا الدنيا سرورا، ها هو الماضي يزيد الكون نورا. يا شبابا املأوا الدنيا سرورا، ها هو الماضي يزيد الكون نورا، فاجعلوا الآفاق للبشرى مسيرا. يا شبابا املأوا الدنيا سرورا، ها هو الماضي يزيد الكون نورا. يا شبابا املأوا الدنيا سرورا، ها هو الماضي يزيد الكون نورا، فاجعلوا الآفاق للبشرى مسيرا. نحن ما زلنا لهذه الأرض سورا، نحن ما زلنا لهذه الأرض سورا، فاجعلوا الآفاق للبشرى مسيرا. قد غدوا في وطن المجد سهى، أيها الأجيال أرض فوقها عم الإباء. قد غدوا في وطن المجد سهى، أيها الأجيال أرض فوقها عم الإباء. إنما هذه الخريطة صورة صغيرة لتاريخ عريق.
من رمال البيد شدنا كوتنا حصنا منيعا ومن البحر ابتغينا قوتنا رزقا وسيعا من رمال البيد شدنا قوتنا حصنا منيعا ومن البحر ابتغينا قوتنا رزقا وسيعا من رمال البيد شدنا قوتنا حصنا منيعا من رمال البيد شدنا قوتنا حصنا منيعا ومن البحر ابتغينا قوتنا رزقا وسيعا ومن البحر ابتغينا قوتنا رزقا وسيعا من رمال البيد شدنا من رمال البيد شدنا من رمال البيد شدنا قوتنا حصنا منيعا من رمال البيد شدنا قوتنا حصنا منيعا ومن البحر ابتغينا قوتنا رزقا وسيعا ومن البحر ابتغينا قوتنا رزقا وسيعا من رمال البيد شدنا من رمال البيد
خير بخير والأمن
الضحايا